بسم الله الرحمن الرحيم. معكم دكتور أحمد صلاح. إن شاء الله النهاردة هناخد محاضرة لذيذة جدا في الفسيولوجي بعنوان السيريبرال سيركيوليشن والسيريبروسباينال فلويد. ميزة الفسيولوجي في السي ان اس إن هو دايما هيبقى مبني على دماغك. أنت فهمت هتعرف تتنبأ بالإجابة الصح، ما فهمتش هتحتاج تحفظ حاجات كتيرة جدا. فحاول تفهم معايا، الموضوع بسيط وسهل وفي معلومات كتير هتبقى just information مش هنفهم فيها حاجة. طيب احنا عايزين نتكلم على السيريبرال سيركيوليشن. يعني ايه السيريبرال سيركيوليشن؟ يعني الدورة الدموية بتاعة المخ، الدم اللي طالع للمخ اللي هو السيريبرال بلاد فلو. عايزين نتكلم عنه. فبيديني في الاول كده شوية معلومات، بقول له يا دكتور الميتابوليزم في البرين عالي جدا. ليه؟ قال لي لان تقريبا البرين مفيش فيه ستور من الجلوكوز، فهو بيكسر الجلوكوز او بيعمل اوكسيديشن للجلوكوز طازة كده اول في اول. حلو. فبحتاج اكسجين وجلوكوز بكمية كبيرة علشان يكسر. طيب مين اللي هيجيب له الجلوكوز والاكسجين؟ البلاد فلو، عربيات الدم. قلنا الدم ده المترو بتاع الجسم اللي بيوصل اي حد في اي حته واي حاجه من اي مكان. فالبرين كده محتاج اكسجين وجلوكوز طازه اول باول كل شويه كل شويه. يبقى اذا محتاج اديكويت سيريبرال بلاد فلو علشان يعمل الفانكشن بتاعه. يقول لك اسينشال، مهم جدا ان يجيله دم بكميه كويسه عشان يجيب له جلوكوز واكسجين. طيب عايزين ناخد بقى شوية حاجات كده في الفسيولوجي. يقول لك السريبرال بلاد فلو عشان بس تعرف أهمية البرين، وإن الجسم مديله حصة كبيرة جدا من كمية الدم. احنا عارفين البلاد فلو بتاعنا في الدقيقة كام؟ 5 لتر، مش ده الكاردياك اوتبوت اللي هو 5000 ملي؟ اه. يقول لك البلاد فلو للبرين اللي هو السريبرال بلاد فلو من 750 ل 900، ما يمثل 15% من الكاردياك اوتبوت. مع العلم إن وزن البرين 1400 جرام، ما يمثل من وزن الجسم 2% فقط. يبقى 2% من وزن الجسم واخد 15% من إمداد الجسم. ده عامل شبه ما أقولك إحنا بنعمل ميزانية الدولة، هندي مش عارف 15% من الميزانية لقطاع يمثل 1% من الشعب. يبقى ده دول المترفهين بقى، ده دول واخدين دم كتير. طيب يقولك الافريج اكسجين كونسامشن از 3.5 ملي لكل 100 جرام. يعني كل 100 جرام بيستهلك 3.5 ملي أكسجين في الدقيقة. على فكرة ده رقم كبير جدا، وبالتالي البرين very very sensitive لأي نقص في الأكسجين، لأي ليك في أكسجين. يقول لك لو أنت قطعت الأكسجين عن شخص 10 ثواني هيفقد الوعي unconsciousness، ولو أنت قطعته خلال دقايق هيحصل irreversible damage في البرين تشو، نيكروزس، البرين هيموت. يبقى الموضوع خطير. طيب هو مين اللي بيجيب الأكسجين؟ البلاد. يبقى إذا السريبرال بلاد فلو ده خط أحمر ما ينفعش تلعب فيه. فبقول لك الاوبستراكشن او البلوكج، القفل في السايزابل يعني حجمه كويس، حاجه كبيره يعني. سيريبرال ارتري نتيجه اثيروسكلوروزس او نتيجه جلطه او نتيجه اي حاجه هيعمل لي اعراض الستروك اللي هو جلطه في المخ. والستروك بيجي منين؟ بيجي من الديسك في البرين تيشو نتيجه نقص البلاد سبلاي او نتيجه بليدنج. ما هو بليدنج نقص بلاد سبلاي، كده كده التيشو مش رايح له دم. طيب بعد كده بيقارن لي ما بين الريستنج هيومن والشخص القاعد. فيقول لك لو الشخص قاعد مرتاح، يعني ساكت ما بيتحركش مفيش ماسل اكتيفيتي، الافريج بلاد فلو بيبقى اكتر للجراي ماتر مش للوايت ماتر. طبعا انا قاعد، هم فاكريني قاعد بستريح، نايم على الكنبه ولا نايم على السرير قاعد بستريح، لكن انا دماغي بتضرب لكن لما بغيب بفكر. ما انا قاعد بفكر. فبفكر دي يبقى السنتر هي اللي تفكر اللي هو الجراي ماتر. لكن الوايت ماتر دي نيرفات، ما هو مفيش نيرفات، مفيش شغل في النيرفات، يبقى الوايت ماتر مش محتاجه بلط. لان مفيش، انا لو بتحرك هبعت اشارات، حد يلمسني هحس باشارات. لكن الجري هي اللي شغاله مع نفسها بقى، بتخزن وتفكر والكلام ده كله. ويبقى هاير للسريبرال هيمسفير، للقشره المخيه فوق عن السباينال كورد. ما السباينال كورد مش محتاج بلط، ما بتحركش. طيب بالنسبه للكابيلاري اكسشينج فيزلز اللي هي الكابيلاري الصغيره، بقول لك دي ليها يونيك برميابيليتي اسمها البلاد برين بارير، اللي هي بتسمح بعبور بعض المواد، لا ده تحكم رهيب في المواد اللي تعدي والمواد اللي ما تعديش. لو جينا نقارن السي اس اف اللي هو السائل بتاع البرين والبلاد البلازما، هنلاقي ان السي اس اف قليل في كل حاجه، قليل في الجلوكوز، قليل في البروتين، قليل في البوتاسيوم، في الكالسيوم، في البايكربونات عن البلازما، ولكن اعلى في الكلورايد.
الكلورايد لو انت كده فاكر الاكشن بوتنشال والديبولاريزيشن والريبولاريزيشن والهايبر بولاريزيشن، الكلورايد كانت من الحاجات اللي بتعمل هايبر بولاريزيشن عشان مخك ما يشتغلش في الفاضي، يبقى الكلور ده دايما موجود عشان يهبطه شويه. طيب بالنسبه بقى للريجوليشن اوف السيريبرال بلاد فلو، يقول لك احنا عندنا حاجه اسمها السيريبرال برفيوجن بريشر، اسمها السي بي بي، بتتحكم في السيريبرال بلاد فلو. طب ايه السيريبرال برفيوجن بريشر؟ قال لي والله يا دكتور انت عندك حاجه اسمها المين ارتيريال بلاد بريشر، اللي هو ضغط الدم بتاعي. انا ضغط دمي كام؟ المين مثلا 100، لا ده 120، لا ده 130، اللي احنا كنا بنجيبه الدايستوليك زائد تلت البلس بريشر، اللي هو الفرق بين السيستوليك والدايستوليك. فيقول لك المين ارتيريال بلاد بريشر والانتراكرانيال بريشر. احنا عارفين ان الجمجمه دي ثابته، فجواها البرين بالسائل بتاعه في ضغط جوه الجمجمه دي اسمه الانتراكرانيال بريشر. احنا عارفين ان السوائل بتتحرك تبعا لفرق الضغوط، فالمين ارتيريال بلاد بريشر الكبير بيحدف على الانتراكرانيال بريشر، فيقول لك الفرق بينهم هو السيريبرال برفيوجن بريشر. السيريبرال برفيوجن بريشر بيقول لي تأثير الارتيريال بلاد بريشر على السيريبرال برفيوجن بريشر. في عندي حاجة اسمها الاوتو ريجوليشن، بمعنى ما هو انا ما ينفعش كل شوية اقعد ادي للبرين دم كتير دم قليل دم كتير دم قليل، موجة البلاد فلو ما ينفعش تبقى عاملة كده، لا ده برين محتاج كميات معينة، فلازم البلاد فلو بتاعه يبقى ثابت كده. فيقول لك لو الضغط عندك، احنا طبعا الضغط بتاعنا بيتغير، يعني انا دلوقتي قاعد انفعلت شويه قام ضغطي طلع من 120 140، تعبان شويه هديت شويه قام ضغطي نزل ل 100. ايه بقى البلاد فلو هيحصل فيه ايه؟ ما احنا اتفقنا ان البلاد فلو معتمد على الفرق ما بين الارتيريال بلاد بريشر وما بين الانتراكرانيال بريشر. فيقول لك بيبقى فيه اوتو ريجوليشن، ضغطك بره لو الارتيريال بلاد بريشر، الارتيريال بلاد بريشر لو ما بين ال 60 وال 140 فما فيش اي تغيير في السريبرال بلاد فلو، يقول لك without any significant change في السريبرال بلاد فلو، مش هي دي تتغير عادي بقى من 60 ل 140 انا اقدر اظبط نفسي. ازاي يا دكتور؟ قال لي بسبب وجود البارو ريسبتور اللي موجوده في الكاروتيد ارتري. الكاروتيد ارتري ده اللي هو قبل ما اخش على البرين طالع من الاورطه بعدي على الكاروتيد ارتري، فبيحس بالضغط، يشوف بقى الدنيا حلوه وحشه، الضغط عالي الضغط قليل، فبيبدا يظبط نفسه. لكن لو قلت عن ال 60 السريبرال بلاد فلو بيقل جدا، بيقل بشكل ملحوظ، ولو زدت عن ال 140 برضه السريبرال فلو بيزيد جدا، فيعمل لك بقى ايه اوفر ستريتش ورابشر في البلاد فيزلز بتاعت السريبراي، ويبدا يعمل سيريوس برين اديما. يبقى فوق ال 140 تحت ال 60 لا، لكن ما بين ال 60 وال 140 احنا اوكي اهو. هنا تلاقي الايه، طول ما البلاد بريشر اقل من 60 السريبرال بلاد فلو قليل، ما بين ال 60 وال 140 السريبرال بلاد فلو ثابت، اعلى من 140 السيربرال بلاد فلو يزيد، طبعا بيزيد يفرقع الكابيلاري، مش حاجه كويسه دي. في الهايبرتنسيف بيشنت الموضوع ده بيبقى متغير شويه، ليه؟ لانه هايبرتنسيف هو اصلا ضغطه عالي، فالكابيلاري والبلاد فيزلز بتتعود على الضغط العالي، فيقول لك الاوتو ريجولاتوري سيستم ده بيشفت شويه للهاير بريشر، يقول لك لحد 180، يعني بدل ما هو لحد 140 ثابت يقول لك لا لحد 180 برضه بيفضل ثابت. لكن لو جاله هايبرتنسيف ايمرجنسي بقى ضغطه عالي بقى 220 لا ساعتها الكابيلاريز تفرقع. يبقى في الهايبرتنسيف بيشنت اللي هو ضغطه عالي اصلا ده الموضوع بيبقى خطير، ممكن ايه اللي هو ضغطه عالي اصلا الاوتو ريجوليشن بترفع معاه شويه، علشان ايه؟ علشان هو اصلا ضغطه عالي فيقدر يتعايش مع الموضوع، البرين يتعايش مع الموضوع. طيب بالنسبه للانتراكرانيال بريشر، ما خلاص احنا قلنا ان البلاد فلو هيعتمد على حاجتين، مش هو بيعتمد على حاجتين اللي هو السريبرال برفيوجن بريشر، بيعتمد على حاجتين، الارتيريال بلاد بريشر وخلاص فهمنا القاعده من 60 ل 140 كل حاجه هتبقى نورمال الا لو انت عليت عن 140 او نزلت على 60. تاني حاجه الانتراكرانيال بريشر اللي هو الضغط داخل الجمجمه. الضغط داخل الجمجمه يقول لك ارتفاعه ما بيأثرش على السريبرال بلاد فلو بشكل ملحوظ الا لو علي عن 30 ملم زئبق، الا لو علي عن 30 ملم زئبق ساعتها يبدأ يأثر. بيقول لك if الانتراكرانيال بريشر approach the arterial pressure، يعني لو الانتراكرانيال بريشر عالي لدرجة انه ساوى الارتيريال بريشر، في الحالة دي
السيركيوليشن هتتوقف، الريست. احنا قلنا البلاد فلو بينتقل من مكان الضغط المرتفع للضغط المنخفض. طب هما الاثنين قد بعض، خلاص كل واحد يخليه في دمه بقى، يبقى السيركيوليشن ارستد وبالتالي الشخص يغمى عليه. بس في كومبنساتوري رايز في الارتيريال بلاد بريشر، يعني لما الشخص يحصل له لاي سبب من الاسباب، كونتيوجن، خبطه في دماغه، نزيف، خلى الانتراكرانيال بريشر يعلى، بيبقى في كومبنساتوري رايز في الارتيريال بلاد بريشر علشان يحاول يقاوم الانتراكرانيال بريشر ده ويقدر يرجع السريبرال بلاد فلو مره اخرى. دي اسمها الكوشنج ريفلكس. فيقول لك الكوشنج ريفلكس ده ماركت انكريز في الانتراكرانيال بريشر نتيجه برين تيومر، نتيجه اسكيميا. هيعمل ايه؟ قال لي هيعمل اسكيميا في الفازو موتور سنتر، هو ما عادش واصل له دم، فالفازو موتور سنتر يتهبل، يقوم باعت السمباثيك، يقول له السمباثيك بسرعه 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 علي لي الارتيريال بلاد بريشر علشان ارجع تاني السريبرال بلاد فلو. يبقى لو الانتراكرانيال بريشر زاد بيحصل كومبنساتوري رايز في او كومبنساتوري انكريز في الارتيريال بلاد بريشر علشان الدم يروح للبرين مره اخرى. دي اسمها الكوشنج ريفلكس، ده ممكن يجي لك في الامتحان كتعريف. طيب بالنسبه للاوتو ريجوليشن قلنا خلاص دي معناها ان البلاد بريشر او البلاد فلو بيبقى ثابت، الفلو تو البرين تيشو بيبقى مينتيند ديسبايت الفاريشن في البرفيوجن بريشر. غيرت بقى الارتيريال بلاد بريشر، غيرت الانتراكرينال بريشر، بيبقى في اوتو ريجوليشن بتخلي البلاد فلو ثابت نسبيا. طيب ايه الميكانيزم بتاع الاوتو ريجوليشن؟ قال لك عندك تو ميكانيزم، مايوجينيك وكيميكال. المايوجينيك ده امره بسيط والله وسهل خالص، بيقول لك لو الدم ضغط على الجدار ده عضله، اي عضله تحفزها هتعمل كونتراكشن، فبيقول لك لما البلاد بريشر يزيد بيعمل ستريتش للفيزلز، الفيزلز تعمل فازو كونستريكشن. فيقول لك الكاليبر اوف السريبرال ارتريول ادجاست تو كيب البلاد فلو، دايمتر بيتغير، فازو كونستريكشن وفازو دايليتيشن علشان اتحكم في البلاد فلو. فيقول لك الفاسكولار سموث ماسل لما بيحصل لها ستريتش نتيجه ان الضغط زاد او الدم كميته زادت تعمل فازو كونستريكشن، والعكس صحيح، لو كميته قلت تعمل فازو دايليتيشن عشان اسمح له ان هو يجي. طيب تاني ميكانيزم عندي الكيميكال اللي هو عن طريق السي او 2، والسي او 2 مش الهيدروجين، لان الهيدروجين اصلا زي ما هناخد كمان شويه في البلاد برين بارير ما بيعديش. بيقول لك ان السريبرال برفيوجن بريشر ريديوزد، لما السيربرال برفيوجن بريشر بيقل يبقى مفيش دم رايح. هو الدم وظيفته ايه؟ الدم وظيفته يجيب نيوتريشن وياخد الويست برودكت، فلما الدم ما يجيش الويست برودكت هتزيد، فيقول لك السي او 2 اكيوميليتد يبدا يتراكم، لما يتراكم يبدا يحصل سترونج فازو دايلاتيشن عشان يجيب دم يشيل السي او 2 المتراكم ده. فيقول لك بقى ايه؟ لما السي بي بي يزيد العكس بقى، الدم كتير هيجي، بالتالي كميه السي او 2 هتتشال، لما السي او 2 يتشال يحصل فازو كونستريكشن. يبقى وجود السي او 2 نتيجه ان مفيش دم عمل فازو دايلاتيشن، غياب السي او 2 نتيجه ان انت شلته كله يعمل فازو كونستريكشن. تمام؟ يبقى دي فكره الايه الكيمياء. طب ايه تاثير الاكسجين والسي او 2 والهيدروجين اللي هي الميتابوليك فاكتورز على القصه دي؟ قال لي والله يا دكتور بص، السي او 2 والهيدروجين مرتبطين ببعض، لان السي او 2 لما كميته بتزيد بيرتبط بالميه ويكون الحمض H2CO3 اللي بتفك ال H و HCO3، فده الحمض اللي هو ال H، فال H وال CO2 مع بعض عادي مفيش مشكلة، يعني زيادة ال CO2 هي زيادة ال H. فيقول لك ال CO2 ده البرايم كيميكال ريجوليتور للسريبرال بلاد فلو زي ما قلنا فوق بالظبط. يقول لك ال CO2 انكريز السريبرال بلاد فلو. ازاي يا دكتور؟ قال لي لان هو بيرتبط بالميه ويكون لك الكربونيك اسيد وبعد كده يتفصل ويكون الهيدروجين. الهيدروجين ده لما بيزيد بيعمل فازو دايلاتيشن، فيجي الدم يبدا يشيل السي او 2 ويشيل الكربونيك اسيد ويرموهم بعيدا عن البرين، وبالتالي ده بيحافظ على النورمال ليفل اوف النيورال اكتيفيتي او النيورال اكتيفيتي از انكريز الاتش بيعمل ديبريس. يبقى ليه هنا الفازو دايلاتيشن حصل؟ لان زياده الاتش ده اهو بتوقف البرين، فانا لما اعمل فازو دايلاتيشن اجيب دم كتير اشيل الاتش المتراكم يبقى انا حافظت على النيورنال اكتيفيتي. بالنسبه للاكسجين ديفيشنسي قال لك الاكسجين مش من الحاجات اللي ايه المؤثره قوي، فبيقول لك اتس ليد تو فورميشن اوف فازو دايليتور سب، لما ما يكونش فيه اكسجين في مواد تانية بتتراكم زي السي او 2 زي اللاكتيك اسيد، ما هو مش هعمل ايروبيك بقى هعمل انيروبيك، والانيروبيك جلايكوليسيس بتطلع لاكتيك اسيد وادينوزين فوسفات،
وهيستامين وبوتاسيوم، كل دول بيتراكموا فيبداوا يعملوا فازو دايلاتيشن فيزيد البلاد فلو. بالنسبه لتاثير السيريبرال اكتيفيتي دي مش محتاجه شرح، كل ما تفكر بدماغك كل ما البلاد فلو يزيد، يبقى السيريبرال بلاد فلو دايركتلي بروبورشنال للبرين اكتيفيتي. يقول لك اهو زياده الاكتيفيتي بتزود البلاد فلو في خلال سكند على طول. زي ايه مثلا؟ زي ان انا لو عملت فلاش للاي، لايت فلاش للاي، يعني جبت نور شديد وحطيته في العين مره واحده، تلاقي في زياده للاوكسيبيتال بلاد فلو اللي هي المنطقه اللي فيها الفيجوال اريا، عشان كده في نور كتير جاي فانت محتاج تتفاعل مع النور ده. طب الايفكت اوف الاوتونوميك نيرفس، الباراسمباثيك بيعمل مايلد فازو دايلاتيشن بس ملوش دور قوي في السيريبرال بلاد فلو، انما السمباثيك هو اللي له بيعمل فازو كونستريكشن. خد بالك فين بقى؟ في اللارج والانترميديت، لكن السمول بيسيبها زي ما هي. اهو دي بقى الفكره، انتوا دايما معممين فازو كونستريكشن يبقى فازو كونستريكشن على كله، يبقى مفيش دم رايح، يبقى الضغط زي. لا، الفازو كونستريكشن والفازو دايلاتيشن على حسب انت بتقفل مين. لو انا قفلت الماسوره النهائيه دي خلاص كميه الدم قلت، لو انا فتحتها كميه الدم زادت. يعني الفازو دايلاتيشن في الاورطه هيزود البلاد بريشر، شوف فازو دايلاتيشن زود البلاد بريشر، فازو كونستريكشن في الاورطه قلل البلاد بريشر لانه هيقلل كميه الدم اللي داخله، والدم هو اللي بيعمل الضغط. فهو قفل اللارج والانترميديت وساب السمول. بيقول لك تو بريفنت الفيري هاي بلاد بريشر فروم ريتشنج ذا سمولر، احنا لما قفلنا الكبار قفلناهم عشان الدم ما يجيش كتير يدخل بضغط عالي يفجر السمول فيزل، فاحنا قفلناهم علشان يقللوا الدم اللي رايح للسمول ايه بلاد فيزل، فنحميه من الرابشر ونمنع البرين هيموريدج. تمام، يبقى دي فكره الايه السمباثيك. كمان بيقول لك في حالات الرابشر اوف السمول بلاد فيزلز بيعمل بقى السمباثيك فازو كونستريكشن في اللارج ارتري عشان يقلل كميه الانتراكرانيال هيموريدج. طيب بالنسبه بقى لتاثير الجرافيتي، والله سهل يا دكتور. لو انت هوريزونتال مفيش اي تاثير، لو انت واقف هو ده اللي بيبقى فيه تاثير، زيه زي اي حاجه. فبيقول لك لو البادي suddenly and intensely accelerated upward يعني ايه؟ تكون انت نايم مثلا وتقوم قايم واقف فجأة، او قاعد فواقف فجأة، او راكب اسانسير واسانسير طالع بسرعة. في الحالة دي الدم بيتحرك لمين؟ لرجليك، فبالتالي السيريبرال بلاد فلو هيقل. لكن العكس بقى، لو انت راكب اسانسير وحظك زي الزفت وقام الحبل بتاع الاسانسير مقطوع فانت بتقع لتحت، بتقع لتحت، ده اكسلريشن داون وورد، وبالتالي السيريبرال بلاد فلو هيزيد. يقول لك اهو forced acting toward الهيد increasing الارتيريال بلاد او الارتيريال بريشر at the head. بس ركز بقى معايا، الارتيريال بلاد بريشر زاد والانتراكرانيال بريشر كمان زاد. مش احنا قلنا ان السيريبرال بلاد فلو بتحدد من العلاقه بين الارتيريال بلاد بريشر والانتراكرانيال بريشر، وانت نازل بسرعه الاثنين بيزيدوا، فالسيريبرال بلاد فلو نوت سيفيرلي تشينجد، ما بتغيرش قوي، بيزيد حاجه بسيطه. تمام، لكن وانت طالع بسرعه الارتيريال بلاد بريشر بيقل قوي والانتراكرانيال بريشر زي ما هو، فالسيريبرال بلاد فلو عشان كده ممكن وانت نايم وتقوم قايم ناطط فجأة من على السرير واقف ممكن تحس بدوخة او بصداع، هو بيبقى بسبب ان الايه السريبرال بلاد فلو بيقل. يقول لك ايه فترة بسيطة كده. طيب بالنسبة للبلاد فوليوم، طبعا اي ديكريس في البلاد فوليوم هيأثر على البلاد فلو لأي اورجان مش السريبرال بس، ده بسبب ان الارتيريال بلاد بريشر بيقل. بالنسبة للبرين إديما هنبدأ بقى نتكلم عن كونديشن كده، احنا اتكلمنا عن الفسيولوجي بتاع السيربرال بلاد فلو. البرين إديما دي واحدة من أخطر الحالات اللي بنقابلها في الطوارئ، هو بيجيلي في الطوارئ. سببها إيه يا دكتور؟ سببها إن بقى في فلويد حوالين البرين وبيضغط على البرين. طبعا لما بيضغط على البرين بيقلل البلاد فلو. انت ارتري لو جيت على ايدك الاتنين كده قمت ضاغط على الالنر ارتري والراديال ارتري، انا منعت البلاد سبلاي للايد شويه وهتلاقي ايدك ازرقت وما عادش في دم داخلها. فيقول لك دي واحده من السيريس كونديشن. البرين هنا انكيزد ان ا سوليد فولت، يعني البرين قاعد جوه الجمجمه، وبالتالي اي اكيوميليشن من الفلويد هيضغط على البلاد فيزلز وهيضغط على البرين وهيقلل البلاد فلو وهيعمل ديستراكشن في البرين تيشو. بالنسبة لليوجوال كوزز في البرين إديما، يا إما زيادة الكابيلاري بريشر، زيادة الكابيلاري بريشر اللي هو زيادة الإيه؟ الارتيريال بريشر. يقول لك as in sudden increase في السيربرال بلاد فلو. طبعا هنا الاوتو ريجوليشن مش قادر يديل مع القصه دي، يقول لك تو هاي فور الاوتو ريجوليشن، هو مش قادر، هي عاليه قوي عليه، زي ان ضغط الدم يطلع 200 220
بالنسبه للدمج في الكابيلاري اندوثيليوم ده بيحصل في حاجات الكونتيوجن، يقول لك ده جاله ارتجاج في المخ، هي دي المصطلح اللي احنا بنقول بالعربي كونتيوجن او كونكيوجن. ده جاله ارتجاج في المخ فبوظ الكابيلاري، بوظ الاندوثيليوم بتاع الكابيلاري، وبالتالي الكابيلاري باظت، الفلويد يبدا يرشح منها ليك انتو الترومايزد ايه تشو. يقول لك وانس البرين اديما انيشيت بيحصل بوزيتيف فيدباك بقى ان الاديمه بتزود الموضوع اكتر واكتر. ليه بقى؟ لان الاديمه بتضغط على البلاد فيزلز، فالمخ بيحس ان البلاد فلو قليل، فبيبدا يعمل ايه؟ يعمل ميكانيزمز تزود البلاد فلو. البلاد فلو لما يجي نسبه الهيموريدج، ما هو جاي من ايه؟ من نزيف اهو. نسبه الهيموريدج ايه؟ لما الارتيريال بلاد بريشر يزيد، البلاد فلو يزيد، الهيموريدج يزيد اكتر، الاديمه تزيد اكتر، تضغط اكتر، فتعمل ديكريس في البلاد سبلاي اكتر. فيقول لك الاديما كومبريس البلاد فيزلز which cause brain ischemia. البرين اسكيميا بتعمل arterial dilatation وانكريز الكابيلاري بريشر اللي يعمل مور اديما، ونفضل نلف في الحلقه بقى. دي بوزيتيف فيدباك. طيب بالنسبه للبلاد برين بارير، قلنا البلاد برين بارير ده عباره عن كابيلاري العاديه اللي هو المايكرو فاسكليتشر بتاعت السي ان اس، بتبقى ليها يونيك بروبرتيز، خصائص مميزه. ازاي يا دكتور؟ قال لي نو فينستريشن، مفيش فيها فينستريشن، نو كليفت، مفيش فيها اي فتحات، فيها تايت جانكشن بشكل رهيب جدا. وبالتالي فيقول لك ان الحاجات دي بتضيف ليها خصائص تخليها تايتلي ريجوليت الموفمنت اوف مولكيول وايون وسيلز بتوين البلاد اند السي اس اف. مش اي حاجه كده تعدي بسهوله. بيقول لك البلاد برين بارير عباره عن كابيلاري اندوثيليال سيل، والتايت جانكشن اللي موجود فيها، والاستروسايت اللي بتبقى من بره محاوطه الكابيلاري، والبيريسايت اللي بتبقى ما بين الاندوثيليوم وما بين البيزمنت ممبرين بتاع الكابيلاري. كل دول مع بعض كده بيعملوا لي البلاد برين بارير. بقول لك في اجزاء في البلاد برين بارير، او في اجزاء في البرين الاندوثيليوم في شويه فينستريشن، فبنعتبرها مفيش فيها بلاد برين بارير. فبقول لك سيركم فنتريكولار اورجان، دي الاورجان اللي فيها فينستريتد كابيلاري، تمام. وبالتالي احنا بنعتبرها اوتسايد البلاد برين بارير، زي البوستيريور بيتيوتري والبوستريما. البوستريما دي منطقه في المضله، منها اتنين على الرايت وعلى الليفت كده، على اليمين وعلى الشمال. المهم المنطقتين دول بنعتبرهم بره، بنسميهم السيركم فنتريكولار اورجان، ان هم شبه السيركيوليشن العادي يعني، فيهم فينستريتد كابيلاري. بعد كده بيقول لك البريك داون اوف البلاد برين بارير يؤدي الى اسكيميا، هايبوكسيا، مع كمان الاكيوت هايبرتنشن. يعني الحاجات دي تبوظ البلاد برين بارير. طيب بالنسبة للبرميابيليتي، بيقول لك هنا البلاد برين بارير بيمنع أي مادة سامة إن هي تعدي، بس في مواد تانية بتعدي. فهو مقسم البرميابيليتي كالتالي: المواد بتعدي عندنا يا إما بالديفيوجن، يا إما بالسلكتيف ترانسبورت، يا إما من خلال ايون تشانل. الهايلي بيرميبل سبستانس المية والسي او 2 والاكسجين والليبيد سوليبل، الموست اللي هي ليبيد سوليبل قوي. السلايتلي بيرميبل للصوديوم والبوتاسيوم والكلور. وامبرميبل ما بيعديش كل البروتينات بتاعه البلازما والنون ليبيد ايه سوليبل سبستانس. ليميتد بيرميابيليتي للهيدروجين والاتش سي او 3. لو انت تفتكر في الريسبيراتوري سيستم لما كنا بناخد تاثير الهايبوكسيا وتاثير الاسيدوزس والالكالوزس على البرين، كنا بنقول ان الاسيدوزس بتاعه البلاد ما بتاثرش على البرين، لان الاتش ما بيعديش للبرين، بس بتأثر عليها باندايركت ميكانيزم، ان السي او 2 مرتبط بالاتش، فالسي او 2 بيعدي لفوق ويتحول لاتش، فيتحول لاتش جوه البرين، لكن الاتش اللي في البلاد فيزلز بره ما بيعديش للبرين فوق. يعني انا دلوقتي عندي اسيدوزس، فهنا في ذرات هيدروجين كتيره جدا في الدم، دي ما بتعديش للبرين. امال مين اللي بيعدي؟ السي او 2. ولما السي او 2 يعدي يبدا بقى يتحد مع الميه ويكون الحمض، والحمض يتفكك ويديك الاتش. الاتش دي بقى تروح تأثر على السنتر الخاصة بالريسبيريشن والسنتر الخاصة بالبلاد فلو. بعد كده بيكلمني على الجلوكوز، بيقول لي الجلوكوز له ترانسميتر خاص بيه اسمه الجلوت 1، ودي خدناها برضو في سنة أولى. كنا بناخد جلوت 1 وجلوت 2 وجلوت 3 وجلوت 4، وقلنا جلوت 1 موجود في البرين. بالنسبة للفانكشن بقى بتاعت البلاد برين بارير، طبعا منتين الكونتنسيتي أو الكونسبتنسي بتاعت الانفايرومنت بتاعت النيرون، اللي هو نسبة البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والهيدروجين، القصص دي كلها. بروتكت البرين من أي توكسين سواء بره أو جوه. بريفنت الاسكيب اوف نيورو ترانسميتر، النيورو ترانسميتر اللي بتخرج دي بتخرج عشان تشتغل على البرين، لو بتديفيوز للسيركيوليشن طب ما هتضيع، وهي بتتفرز بكميات قليله جدا.
تاني موضوع معانا في المحاضرة ألا وهو السيريبروسباينال فلويد اللي هو السي اس اف. السي اس اف ده colorless فلويد مالي الفنتركل بتاعت البرين اللي هم اللاترال والثيرد والفورث فنتركل، مالي السيسترنا الموجودة في البرين، مالي السب اراكونويد سبيس. كمان بيبقى حوالين البرين وحوالين السباينال كورد. يقول لك ان كل التشامبر دي كونكتد تو ايتش اذر، والبريشر فيها كله له كونستانت ليفل ثابت، يعني السي اس اف بريشر في السباينال كورد مش مختلف عن البرين كل واحد. الفورميشن اند الفلو في السي اس اف بقى بيقول لك ان السي اس اف بيتكون بمعدل 500 مللي كل يوم. بتكون منلي من الكرويد بليكسس اللي بتبقى موجوده في اللاترال والثيرد والفورث فنتركل، وخدنا الكلام ده في الاناتومي. الابسوربشن بتاع السي اس اف بيتم عن طريق الاراكونويد فيلاي اللي هي بتبقى فينجر لايك بروجيكشن موجوده في السب اراكونويد سبيس، وبتوصله بعد كده للفينوس بلاد. تكوين السي اس اف هو الترا فلتريت من البلازما، فيقول لك هو بيحتوي على نفس الحاجات بتاعه البلازما، ولكن البروتين ان تريس يعني كميه بسيطه جدا، فري بلازما ليبيد ما بيبقاش فيه الدهون، بيبقى فيه جلوكوز 30% لس اقل، البوتاسيوم 40% لس، الكلورايد هو الكالسيوم كمان لس، الكلورايد هو اللي اكتر لان قلنا الكلورايد ده خاص بالهايبر بولاريشن اللي بيهدي شغل الكهرباء شويه. لكن الاوزموتيك بريشر بتاعت التو فلويد اللي هو السي اس اف والبلازما واحده، يعني التراكيب مختلفه لكن في حاجات هنا زادت هنا قلت، لكن التركيز في الاخر واحد. الفكره ان الميه مش هتتحرك من هنا لهنا ولا من هنا لهنا لان هم ليهم نفس الاوزموتيك بريشر. بعد كده بيقول لك ايه وظيفه السي اس اف؟ والله يا دكتور بروتكشن، ده بيعمل ككوشن، اي خبطه انت تاخدها او بتاع هو اللي بيستقبلها. كمان بيحافظ على الهوموستيزس لانه بيحافظ على الكيميكال انفايرومنت بتاعت النيورولوجيكال سيجنال، تركيز الالكترولايت، النيوتريشن، ريموفال اوف الويست برودكت. طيب ضغط السيريبروسباينال فلويد، يقول لك السيريبروسباينال فلويد النورمال 180 ملي متر ميه، مش زئبق بقى ما تتلخبطش، 180 ملي متر ميه. مره جات لهم في امتحان 180 ملي متر ميه و180 ملي زئبق، لا هي ميه. طيب الكرانيوم اللي هو الجمجمه جواها البرين وجواها البلاد فيزلز والسيريبرال فيزل وجواها السيريبروسباينال فلويد. يقول لك كل دول هما اللي بيعملوا لي الانتراكرانيال بريشر، اي واحد في دول يزيد هيزود لي الانتراكرانيال بريشر. يعني البرين تيومر، زياده البلاد فلو، زياده السيريبروسباينال فلويد. طيب ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الانتراكرانيال بريشر؟ قلنا الجرافيتي، قلنا الشخص في الريكامبننت بوزيشن بيبقى السي اس اف بريشر في كل الاماكن واحد، لكن لو هو واقف الفلويد بيبقى اكتر تحت في اللمبر ريجن، يعني في حوالين السباينال كورد، لكن في الكرانيال فوق بيقل شويه. طيب الفوليوم بتاع السي اس اف، وعلى فكره ده منطقي، يعني الكلام ده هو منطقي والله، الفسيولوجي ده علم جميل جدا، بس لو انت حاولت تفكر شويه، هو انا لما بقف وانا واقف ايه اللي بيحصل؟ مش قلنا ان الدم بيتجه للرجلين؟ طيب الدم بيتجه من الضغط المرتفع للضغط المنخفض، فمحاولة من السي اس اف انه يخلي الضغط بتاع المخ فوق قليل عشان الدم يروح له، فيقوم عامل ايه؟ يقوم رامي السي اس اف على اللمبر ريجن تحت، فيبقى اللمبر ريجن هو اللي ضغطه عالي، لكن في الكرانيال فوق يبقى ضغطه قليل، يبقى وانت واقف الانتراكرانيال بريشر بيبقى قليل، علشان ساعتها برضو الارتريال بلاد بريشر اللي رايح للبرين بيكون قليل، فيقدر يودي الدم برضو ما يبقاش يتاثر. لكن لو فضل الانتراكرانيال بريشر زي ما هو والارتريال بلاد بريشر هو اللي وقع، يبقى كل لما تيجي تقف تدوخ وتفقد الوعي لان السريبرال بلاد فلو هيقل. فهنا لما الارتريال بلاد بريشر قل عشان انت وقفت، برضو الانتراكرانيال بريشر قل عشان انت وقفت، واحنا اتفقنا ان السريبرال بلاد فلو بيعتمد عليهم، فهما الاثنين قالوا خلاص يبقى مفيش تغيير فيه. الفوليوم بقى بتاع السي اس اف المفروض ان هو كونستانت، في باثولوجيكال كونديشن بتخليه يزيد زي الهيموريدج او البلوكج في الفورامينا، الفتحات اللي بيعدي منها دي اتقفلت، ده كله هيزود الايه؟ هيخلي المعدل الفورميشن اكتر من معدل الابسوربشن، وبالتالي هيزود الانتراكرينيال بريشر. السيستميك فينوس بريشر بيأثر اكتر من الارتيريال بلاد بريشر على السي اس اف او الانتراكرينيال بريشر. يعني الارتيريال بلاد بريشر لو زاد ما بيأثرش على الانتراكرينيال بريشر لان احنا عارفين حته الاوتو ريجوليشن، فبقول لك الانتراكرينيال بريشر فولو السيستميك فينوس بريشر بات نوت ذا ارتيريال، يعني ما بتأثرش بالارتيريال. شيء طبيعي ان الارتيريال بلاد بريشر في اوتو ريجوليشن بيحميني منه، لكن السي اس اف بيصرف في الفين، فلما السيستميك فينوس بريشر يزيد ما عادش هيصرف، فالسي اس اف اتحجز جوه المخ، لما اتحجز جوه المخ هيعلي الانتراكرينيال بريشر قوي.
الانتراكرانيال بريشر معتمد على السي اس اف. السي اس اف معتمد ان هو بيصرف في الفين. طيب لما الفين يكون مكتوم ازاي؟ الضغط فيه عالي. ما هو لو مكتوم يبقى الضغط فيه عالي. لو الضغط فيه عالي السي اس اف مش هيعرف يديله، فالانتراكرينال بريشر يزيد. فبقول لك اهو with forced expiration وجلوتس اكلوست، ان انت تحاول تنفخ تكتم في نفسك كده، الفينس بريشر بيزيد. بقول لك بقى if maintained arterial blood pressure drop due to decrease cardiac output but in الانتراكرينال بريشر بيزيد. يعني بقول لك لما انت بتعمل فرصه اكسبيريشن تحاول تخرج الهواء وانت قافل الابيجلوتس، ساعتها السيستميك فينس بريشر بيزيد والارتيريال بلاد بريشر بيقل. مع ان الارتيريال بلاد بريشر قل يبقى الكاردياك اوتبوت قل، يبقى كميه الدم اللي رايحه للبرين قلت، هتلاقي الانتراكرانيال بريشر بيزيد. ليه؟ لانه معتمد على الفين. تاني انت ما فهمتش معايا الحته دي، ركز معايا كده. احنا عندنا ده الهيد، وعندنا دي دراعتك، وده صدرك، ودي دراعك التاني. ده كنت بترقص تقريبا او بتعمل حاجه. انا عايزك تفهم ان الضغط في صدرك هنا اهو، المنطقه دي بتاعه الهارت بتاعه القلب اهو، الضغط هنا بالنيجاتيف. يعني ايه بالنيجاتيف؟ يعني بشفط. ضغط بالنيجاتيف يعني بشفط، ضغط بالبوزيتيف يعني بيزق. فالضغط فوق عندك هنا كده بالنيجاتيف. يعني ايه؟ يعني بشفط ليه؟ علشان القلب هنا مستني الدم يرجع من الاورده. انت تخيل وانت واقف الدم المفروض منه يطلع من هنا كده من رجليك يروح للهارت، وهو بيمشي بفرق الضغوط. يعني الضغط في رجليك اعلى من الضغط عند القلب هنا. فين؟ في الفين، في السيستميك فين. لما انت بقى تكتم النفس جواك، انت كتمت الهواء في صدرك، مليت صدرك هواء وكتمت كده، الضغط هنا يبدأ يزيد. لما الضغط يبدأ يزيد مفيش دم هيجي من الأوردة. ليه؟ ما هو الدم هيجي من تحت لفوق بسبب فرق الضغوط. طب ده الضغط هنا زيادة دلوقتي، الضغط هنا زيادة جدا جدا جدا، خلاص يبقى الدم مش هيجي، يبقى الفينوس ريتيرن اللي راجع للهارت مش هيجي. ما هو السي اس اف برضه يمثل فينوس ريتيرن، فهيجي يرجع للقلب، القلب يقول له لا أنا مش واخد منك حاجه، ده انا الضغط عندي عالي جدا دلوقتي. كده السي اس اف زاد، صح؟ طيب لما الفينوس ريتيرن للقلب يقل، الكاردياك اوتبوت اللي خارج برضه بيقل، يبقى السيريبرال بلاد فلو اللي طالع لفوق يقل. المفروض لما السيريبرال بلاد فلو يقل الكرانيال بريشر اللي هو الانتراكرانيال بريشر يقل. قال لك لا، ده زاد ليه؟ زاد بسبب السي اس اف. فعايز يقول لك ان الانتراكرانيال بريشر بيتبع الفينوس بريشر وليس الارتيريال بريشر. الانتراكرانيال بريشر بيتبع السيستميك فينوس بريشر وليس الارتيريال بلاد بريشر، بدليل الفورسد اكسبيريشن. الفوليوم اوف البرين سبستانس طبعا بيأثر. بيقول لك اهوت في اللارج برين تيومر بيحصل elevated في السي اس اف بريشر، وبنقلل الريت اوف الابسوربشن بتاع الفلويد. لكن الاتروفي او السيرجيكال ريموفال اوف بارت اوف برين ده بيقلل الانتراكرانيال بريشر. الهايبرتونيك سوليوشن، هايبرتونيك سوليوشن يعني ايه؟ يعني انت واخد محلول فيه املاح كتير، الاملاح دي هتشد الميه من التشو، فبيقول لك دي هتحرك الميه من الانترستيشال والانتراسولار فلويد بتاع البرين وتوديه فين؟ السيركيوليشن، وبالتالي الانتراكرانيال بريشر هيقل. دي فكره ان لما يكون واحد عنده زياده في الانتراكرانيال بريشر بديله هايبرتونيك سوليوشن، بديله المانيتول عشان يسحب الفلويد. الافكت اوف بقى الانكريزد الانتراكرانيال بريشر، يقول لك بيعمل هيدك، بيعمل فوميتنج. الفوميتنج هنا بيبقى بروجكتايل فوميتنج نتيجه ان انا داخل ضغط بالبريشر ده على الميدالاري سنتر. هيدك صداع بسبب التراكشن على المننجيس والبلاد فيزلز والنيرفز. الباب الإديمة اللي هو إديمة في الأوبتيك ديسك، تمام؟ نتيجة إن أنا ضاغط على الأوبتيك نيرف شيس، فبيتجمع الفلويد في العين ويعمل فيها إديمة، بنسميها الريتينال إديمة، تمام؟ ده طبعا هيعمل مشاكل في الرؤية. دي كده كانت المحاضرة بتاعتنا. والله هي محاضرة بسيطة خالص، انت بس تهدى كده على الكلام وتحاول تفهم. السريبرال اكتيفيتي يبقى دايركتلي بروبورشن، كل ما افكر كتير كل ما السريبرال بلاد فلو يزيد. الاكسجين، ثاني اكسيد الكربون، قصه الاستروك والارقام. محاضره بسيطه ما تضيعهاش من ايدك.